ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا، يا رب دايما تكونوا بألف خير وفي أحسن حال. أنا ضحى وعمري 28 سنة. حكايتي بدأت من 5 سنين. وقتها أنا كنت متجوزة شاب أكبر مني ب4 سنين، وكنا بنحب بعض قوي أنا وجوزي. كنا متجوزين عن حب، وكنت عايشة معاه في محافظة تانية غير اللي أهلي فيها. وأنا ما كنتش بشتغل، أنا كنت ست بيت، وجوزي كان محاسب في شركة كبيرة. وهو كان شخص طموح جدا، على طول كان نفسه يبقى غني ويبقى في مركز كبير في شغله ويبقى عنده فلوس كتير. إحنا وضعنا متوسط، وبدأنا حياتنا الزوجية بداية متوسطة. يعني أنا كنت بحمد ربنا، وكنت دايما بقول لجوزي إن إحنا أحسن من غيرنا. يعني في ناس بتبدأ أقل من إن إحنا بدأنا. لكن جوزي كان دايما باصص لفوق وما كانش راضي على حاله. وكان دايما يكلمني عن المدير، إزاي هو غني وعنده عربية غالية وبياخد مرتب كبير. فكنت دايما بقوله اشتغل واجتهد واعمل اللي عليك وانت تبقى زيه. لكن جوزي كان مستعجل قوي، وكان عاوز يوصل لكل حاجة بسرعة. مش عيب إن الواحد يكون طموح، المهم إن هو يحاول بطموحه يوصل اللي هو عاوزه بطرق وأساليب مشروعة. يعني يبقى ماشي في السليم. وفي يوم لقيت جوزي راجع من الشغل بدري، راجع يعني قبل ميعاده، وقال لي إن هو عازم مدير واتغدى عندنا بكرة. ولما سألته إيه سبب العزومة، قال لي من غير سبب، أنا عاوز أعزمه وتبقى علاقتي بيه كويسة. وساعتها جوزي اداني فلوس كتير وقال لي أنزل أشتري لنفسي فستان جديد وألبسه بكرة في العزومة، وأعمل شعري عند الكوافير وأجيب برفان غالي. طلب مني إن أنا أهتم بالعزومة وأهتم بنفسي وقتها، وأجيب الشغالة توضب البيت، لأني هبقى مشغولة وقتها بعمل الأكل. يعني مش هبقى فاضية بقى ولا أروح لكوافير ولا أعمل شعري ولا أجيب فستان جديد. قال لي لا، أنتي مش هتعملي الأكل، أنا هجيب الأكل كله جاهز. أنا هخلي مطعم كبير يعمل لنا الأكلة ويبعتولنا على البيت. وفعلا جوزي اشترى كل حاجة كافة، اشترى لي كل الأكل جاهز للعزومة. وفي الميعاد اللي اتفق عليه مع المدير، لقينا المدير جه بس جانا البيت لوحده. انا كنت فاكره ان جوزي عازم المدير وعيلته، لكن لقيته جاي لوحده. وهو كمان كان راجل شيك جدا ووقور، وكان اكبر من جوزي ب10 سنين. وانا وجوزي رحبنا بيه جدا واستقبلناه احسن استقبال. ولما دخلنا المطبخ نجيب الاكل، سالت جوزي ساعتها هو جاي لوحده ليه، اما مراته فين. قال لي ده المدير مطلق كام شهر وهو عنده طفلين عايشين مع مامته. ورحبنا بالضيافة، والعزومة عدت على خير جدا، ونزل المدير من عندنا وهو مبسوط من حسن استقبالنا ليه. وبعد حوالي 10 أيام المدير عزمنا على عشاء، وأنا وجوزي عنده في البيت. ولما رحنا انبهرنا من مستوى البيت وفخامته، كانت كل حاجة فيه حلوة. وكان عنده شغالين حضروا كل حاجة للعزومة. لكن يوم العزومة واحنا عند المدير في بيته، جوزي جاله تليفون وقعد التليفون وقعد يتكلم على جنب. وبعد ما خلص مكالمته لقيته جاي بيقول لي ان هو لازم ينزل دلوقتي، لان في واحد صاحبه حصل له ظرف طارئ وهو كان لازم يروح له دلوقتي. واحنا ساعتها كنا لسه واصلين بيت المدير، بقالنا نص ساعة بس. فقلت له خلاص نعتذر المدير وننزل احنا الاتنين، انا اروح على البيت وانت روح لصاحبك ونشرح له اللي حصل بالظبط، وهو اكيد هيفهم ويقدر الموقف. ساعتها زعقلي وقال لي لا، المدير هيزعل مننا، انتي خليكي اقعدي كملي العزومه وتعشي معاه زي ما انتي، وانا هروح اعمل المشوار اللي انا هروح له وهرجع لك كتير قوي بعد ساعتين. وفعلا شرح المدير كل حاجه ونزل. وقعدت انا والمدير اتعشينا. الراجل كان في منتهى الادب والذوق معايا. وبعد العشاء قعدنا نتكلم شويه وندردش، وسالني على حاجات كتير قوي، سالني عن اهلي وازاي عرفت جوزي وازاي اتجوزته، وقعدت حكيت لي على كل حاجه. وهو كل حاجة سألني عليها. وعدى الوقت وجوزي كان بقاله 4 ساعات نزل، وقعدت أتصل بيه كتير أشوف اتأخر ليه. كان تليفونه بيدي جرس محدش بيرد. فقلت للمدير إن أنا عاوزة أروح. بصراحة الراجل مرضيش يسيبني أنزل لوحدي، نزل ووصلني البيت بنفسه بعربيته. وبعد ما وصلت البيت بحاجة بسيطة كده، لقيت جوزي بيتصل بيا بيقول لي إن هو جاي في الطريق. لكن بعد يومين أنا لقيت مدير جوزي بيتصل بالتليفون، وسألته هو أنت عرفت رقمي منين؟ قال لي إن جوزي هو اللي اداهوله. وساعتها أنا استغربت قوي، بس المكالمة دي لقيت المدير بيتكلم وبيقول إن أنت بنت حلال ومحترمة وخلي بالك من نفسك. وبعدين قال لي إن جوزي عاوز يترقى ويوصل بأي شكل. بعد ما قفلت معاه التليفون قعدت لوحدي أفكر في كلامه. ولما رجع جوزي يومها من الشغل قلت له المدير اتصل بيا، هو أنت ليه اديته رقمي؟ قال لي طب وإيه اللي فيها وإيه المشكلة لما اديله رقمك؟ الراجل عاوز يكلمك ويسلم عليكي. بقول له إيه؟ ازاي كده؟ ابقي كلميه وردي عليه كويس.
أنا نفسي في كده يا ستي، أترقى ويبقى مرتبي كبير، ابقي اتصلي بيه وكلميه كده بينك وبينه أو يزود لي المرتب. وساعتها أنا قعدت أفكر وفهمت إن كل الكلام اللي المدير قاله لي في التليفون على جوزي كان صح. لكن أنا تاني يوم ما اتصلتش بالمدير، أنا اتصلت بأهلي وحكيت لهم على كل حاجة. حكيت على كل حاجة، كنت عمالة أعيط ساعتها. وهم ساعتها قالوا لي لمي هدومك وحاجتك وتعالي عندنا. وفعلا خدت حاجتي ورحت لهم وقعدت اتكلمت مع أمي وأبويا، وكان رأيهم إن أنا لازم أتطلق لأن جوزي غير أمين عليا. وأنا برضو كان رأيي كده. وبعد ما هو اتصل بجوزي وقعد معاه وطلب منه إن هو يطلقني، حصل شوية مشاكل كده وبعدين تم الطلاق. ورجعت أعيش في بيت أهلي. وبعد شهرين بس من طلاقي لقيت مدير جوزي بيتصل بيا وبيقول لي إن هو عارف إن أنا اتطلقت، ودي أحسن حاجة أنا عملتها. وطلب إن أنا إن هو ياخد معاه مع بابا لأنه عاوز يكلمه في موضوع مهم. وبالفعل جه زارنا في بيت بابا وطلب ايدي منه رسمي، يعني يتقدم لي. قال لبابا ان هو مش هيلاقي زوجة احسن مني في الاخلاق والادب، تصونه وتصون اسمه وشرفه. واتجوزته بعد ما خلصت شهور العدة. ورحت عشت معاه في بيته الفخم اللي كان عازمنا فيه قبل كده. وبقى معانا بيبي، وانا متجوزاه دلوقتي بقالي كام سنة وسعيدة معاه. هو الحمد لله انسان كويس ومحترم ومستور جدا ماديا. ومعيشني في مستوى كويس قوي وبيجيب لي كل اللي نفسي فيه. وعمره ما زعلني. وكمان ربنا كرمنا وخلفنا ولد بعد سنة من الجواز. وانا شايفة ان ربنا كافيني وكرمني بزوج احسن من زوجي السابق عشان انا بتقي ربنا. ودي كانت حكايتي، يا ريتكم تتعلموا منها ان مفيش احسن من الحلال. ودي كانت حكاية النهاردة. شكرا ليكم ولحسن استماعكم، ونورتوني واشوفكم في حكاية جديدة بإذن الله.